ونلاحظ أن شكل الأقواس الهندية في الغالب لهذه الكوة الصغيرة يتناغم مع التحف المعروضة فيها، وهي ذات طابع هندي أيضا. أما التحف والمباخر العربية والحجارة الكريمة والفضيات والأشكال المعدنية والأسلحة التقليدية التذكارية والطواحين الحجرية والأصداف والتحف البحرية، فقد تكاملت مع أماكن عرضها، وزين بعضها بحجارة مرجانية من البيئة ذاتها، وزينت بعض الجدران بلوحات غلب عليها طابع الزخارف النباتية، وتداخلت فيها الأشكال الفنية الهندية والفارسية والأوروبية. ولا ينفصل الاهتمام بأثاث المنزل الحجازي عن العناصر الفنية الأخرى، وهو يتكامل وينسجم معها، بل إن بعض أثاث المنزل يتداخل مع العناصر الزخرفية ويستند إليها مباشرة، وهي تبدو هنا أقرب إلى الأشكال الأندلسية والمغربية. والمعماري هنا لم يغفل الجوانب الزخرفية في كل مكان، بما في ذلك حمام المنزل، سواء في ذلك الأقواس أو المرايا أو نوعية القيشاني المستخدم أو أنماط الإضاءة أو المكونات الوظيفية الأخرى. والأمر نفسه ينطبق على الأدوات النحاسية الفريدة والتحف التي يحتويها المنزل، وهي في مجملها أدوات صنعت في عصور قديمة خلت، وكانت من أبدع ما صنع الفنان العربي المسلم. ولعل من أشهر العناصر التي اشتهرت بها الفنون الإسلامية في التاريخ المصابيح، التي أخذت أشكالا لا حصر لها، تتكامل في كثير من الأحيان مع التشكيلات الزخرفية الداخلية، وتتقاطع فيها الزخارف المعدنية مع التكوين المتعدد الأشكال، وبعضها يشبه المشربيات البارزة، ويضفي تشكيل الألوان عليها طابع النوافذ الإسلامية التقليدية. كما زود فناء هذا المنزل بأشكال أخرى من المصابيح تعكس ألوان المصابيح الزجاجية التقليدية في العمارة الإسلامية. ولم يغفل الفنان المسلم الاستفادة من عناصر الإضاءة الطبيعية، وتفنن في إبداع فتحات من زوايا مختلفة لتوفير هذه الإضاءة، كالفتحات الدائرية على جوانب العقود أو الأقواس، وهي تتكامل مع عناصر الإضاءة الاصطناعية. بل إن المعماري المسلم عمد إلى تصميم فتحات أو كون في الجدران، سميت الواحدة منها بالمشكاة، وهي تسمية قرآنية وضعت فيها مصابيح لتعطي انطباعا بالإضاءة الطبيعية وتضفي على المنزل جوا روحانيا خاصا. وهكذا تتكامل الإضاءة الطبيعية مع الإضاءة الاصطناعية لتحقق التوازن المطلوب بين الثوابت والمتغيرات. الضوء بيتغير من الصباح حتى المغرب، من الأبيض إلى الأبيض هو متوهج في الظهرية، إلى يبتدي يميل الإصفرار إلى اللي يصير لون برتقالي في المغرب. وفعلا البيت بتشوف التشكيل بيمر في البيت بهذا الشكل، كل الضوء من كل جهة. والفتحات هنا متراكبة وذات زجاج بألوان مختلفة تمثل الألوان الرئيسية المحببة في العمارة الإسلامية، مما يضفي على إنارة المنزل الطبيعية روعة وجمالا. وقد أبدع الفنان في الديار المقدسة أنماطا جديدة من النوافذ الزجاجية تتشابك بينها خطوط الزخرفة التجريدية، وجاءت أنماط الزجاج الملون الذي اشتهر في التاريخ الإسلامي ليضفي على الإضاءة الطبيعية جمالا إضافيا. وبدت زخارف بعض النوافذ أكثر بساطة بما ينسجم مع المكان الذي تطل عليه، ولتمثل نوعا من التباين والتنوع في الوقت نفسه. وأطل بعضها من خلال الخطوط الزخرفية التقليدية. ولم يغب عن المصمم أن يضع لوحات من الخطوط الزخرفية الإسلامية بألوانها الزجاجية المختلفة كي تكمل روعة المشهد.
ويبدو من الداخل أن الفنان انتقل إلى السقف ووضع عليه لمساته الفنية والمعمارية في ضوء الفلسفة العامة للعمارة الإسلامية القائمة على الخصوصية والستر، فالسطح له استخدامات كثيرة ويتم تزيينه بكثير من العناصر الطبيعية وخاصة الماء والخضرة. السطوح أنا برضو يعني ركزت عملية الطبيعة واستخدام الطبيعة وخلط الطبيعة والعمارة، خاصة في السطوح. خليت السطوح كله حدائق. طبعا الإمكانيات الحديثة الآن تسمح وجود الموية وعمليات الإلكترونية وأجهزة التنقيط، والموية الزايدة ترجع لنفس الخزان الرئيسي. فالزراعة في البيت بغطية يمكن السطوح 80%. ده بديني يعني متعة في الحديقة، هواء طبيعي جميل بيعدي على البيت، استمتع بالخضار، خصوصية كاملة، ستر كامل، لا أضايق جيراني ولا جيراني يضايقوني. فبالطريقة دي يعني بستمتع فعلا بالبيت. من جانب آخر 80% من المسطح مغطى بيدي عزل حراري كبير جدا. برضه عامل فتحات في السطوح ومغطيها بالزجاج بتعطي إضاءة طبيعية لبقية البيت. تجربة ثرية مع العمارة الإسلامية يعيشها زائر هذا البيت ليخرج بقناعة مع صاحبه بضرورة جمع عناصر التراث المعماري الإسلامي وتوثيقها، وفي مقدمته التراث الحجازي، مع التوليف بين العناصر المعمارية المختلفة وإسباغ الطابع العصري عليها والحرص على ربطها بفلسفة العمارة الإسلامية، مع التأكيد على أن تراث مكة المكرمة والمدينة المنورة تراث للأمة الإسلامية كلها. لأنه ليس مجرد تراث، بل يرتبط بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، وهو تاريخ حي يرتبط به واقعنا. فلما أنا أشوف العملية بهذه الطريقة وأنظر هذه المواقع، فعلا أشوف تسلسل هذه الأحداث واقعيا، وأنا أعتقد ده أمر مهم زي ما أكدت أكثر من مرة، واقعيا جدا، لأنه بيديك ترابط ضروري كثابت ننظر إليه. ورغم أن شمس عهد معماري تغرب، إلا أن دورة جديدة من الزمن تبدأ بمعطياتها المتجددة التي تحرص على الأصالة وتحافظ عليها، مع أخذ المعاصرة بعين الاعتبار. عشان كده أهمية المكان يربط بالذاكرة، الشيء اللي في دماغك في بالك يربط المكان به. عشان كده أهمية التراث حقنا، سواء كان تراث أنت وأبوك، أو تراث حق جدك، أو تراث أباك وأجدادك، أو تراث، وأهم تراث طبعا تراث مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو أهم تراث نبغى نتذكره ونبغى نعيش، لأنه ده اللي يجمعنا كلنا كأمة واحدة. لا، لأنه مكة والمدينة شيء يخص الأمة الإسلامية بكلها بكاملها، مو بس إحنا. عشان كده أهمية مكة والمدينة في تراثها وحفظه. لكن مين مسؤول عنه؟ إحنا مسؤولين، لأنه إحنا اللي ساكنين هنا. وعلى الرغم مما يبدو على السطح من طغيان النمط المعماري الغربي، فإن كثيرين لم يفقدوا الأمل في أن تحافظ هذه الأمة على ارتباطها بتراثها المعماري الذي يجسد قيمها وهويتها وثقافتها.